أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: وزراء يتوجهون على عجل إلى الدار البيضاء. في تحرك مفاجئ، انتقل عدد من الوزراء إلى مدينة الدار البيضاء حيث يتواجد الملك محمد السادس، وذلك في سياق ترتيبات حكومية غير معلنة. وقد أكدت مصادر إعلامية أن الوزراء مثل وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والماء نزار بركة اضطروا لإلغاء ارتباطاتهم الرسمية، حيث غادروا فعاليات هامة في وقت مبكر، بما في ذلك اجتماع المجلس الدولي للدواجن. في الوقت ذاته، توجه وزراء آخرون إلى الدار البيضاء بعد ترأسهم لفعاليات في مختلف أنحاء المملكة، ونذكر هنا عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك. هذا التحرك مع غياب عدد من الوزراء عن الاجتماع الوزاري المرتقب، على رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الصناعة رياض مازو، بسبب سفرهم إلى الخارج. التكهنات تشير إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار استعدادات لمجلس وزاري قد يشهد تغييرات هامة على مستوى التعيينات الإدارية، مع ترقب تعيينات جديدة للولاة والعمال. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.